حضرتك انا مش بجاملك، حضرتك من الناس المحترمين اللي نفتخر بيهم في الاعلام. الله يخليك يا استاذ. كلمنا بقى على الاحتفال والمزايا ايه وبمناسبه ايه؟ قبل الاحتفال لابد ان انا احيي الاعلامي زميلنا استاذ سامح خفاجه على كل تعبه ومجهوده معانا، لازم احييه الاول. هو سامح وجابر ومازن فريق اعلام اسكندريه. كله فريق اعلام اسكندريه. انا يعني لكم التحيه مني. الفكره كلها يا استاذ احمد، احنا حبينا النهارده نستغل الحدث مرور 10 سنوات على الفندق، على فندق هيلتون وكورنيش اسكندريه، والفكره ان احنا قلنا نقدم تكريمات لفئات مختلفه في الادب والرياضه والفن زي ما حضرتك شفت، وفي نفس الوقت نفتخر بالفندق ان هو فاز باكبر جائزه بتقييم على مستوى اوروبا والشرق الاوسط وافريقيا. فكلنا نفرح. وجودك معانا النهارده هو شرف. الله يخليك يا للاعلام. انا عايز بس فكره الاحتفال برضو. الفكره ان يعني انا مع صديقي الاستاذ احمد صدقي مدير عام الفندق حبينا نغير المفهوم شويه فندقي. فالفندق النهارده كرم من الادب والفن، ومش ده جديد يا استاذ. لا اصل انا اعرف ان انت راجع لسه من السفر امبارح. المجهود عشان تعمل في يوم وليله حفل، فمجهود كبير. الحمد لله الحمد لله. بتوفيق ربنا الناس ماشيه مبسوطه والايفنت نجح، وحضرتك شرف لينا. الله يخليك. شكرا جزيلا. اشكرك. كل سنه وانتم طيبين، وتحيا مصر. اشكرك. شكرا جزيلا.